بقى حضرتك، احنا معانا كيلو لحمه ومعانا كيلو بصل، لان الحواوشي بيحب البصل الكتير، ومعانا بقدونس. انا الحواوشي بتاعي بيبقى فيه بقدونس وبحط له طحينه عشان اقول لكم على المكونات بتاعتي، وبحط له عصير ليمون وفلفل سبايسي وملح وفلفل، البهارات اللي بنحطها. ما شاء الله، يعني عندك كميه حاجات تقوي لنا المناعه بطريقه طبعا جميله علشان الكورونا. علشان الكورونا. طبعا البصل زي ما انت عارفه مفيد جدا. اكيد. بيكون المناعة. والبقدونس حلو. البقدونس يا جماعه مش علشان التزيين بس، البقدونس اولا مفيد جدا، وبعدين بيقلل من نسبه الدهون، وفي فوائد كتيره. بس انا عايزه اشتغل وهقول لكم وانا بشتغل. طيب هنحط اتفضل. البصل. اتفضلي. ماشي يا حبيبتي، ادي البصل اهو. يعني مش شرط احط كل الكميه علشان برضو تبقي ايه. الشيف بتحطي البصل بيبقى حب، والميه بتاعته بتعصريها علشان ما تفكش في الحواوشي. طبعا انت بصي ولا إيه؟ الميه دي انا بستخدمها للحاجات المشاوي بس بعدين لكن البصل نفسه لازم للحواوشي. بس لازم ان هو يتعصر، ينزل منه الميه. ولو ما عصرتهاش، بس انت لما تفرمين، يعني لما تفرميه قوي اه هيجيب ميه، شيء اكيد. أكيد. فدايما ما تفرميهوش قوي. بصوا احنا كده حطينا البقدونس والفلفل السبايسي والبصل، ماشي. الفلفل السبايسي كمان بيقوي المناعه الايام دي برضه. طبعا، وحلو عشان الجيوب الانفيه دي يسالوني عنها، حلوه قوي. وبعدين بينشط عضله القلب. دي كده المكونات بتاعتنا. هنبتدي بقى يا جماعه، هنحط الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الملح بتاعنا، ماشي. انا بحب احط للحواوشي بتاعي يا جماعه طحينه وليمون زي ما قلت لكم، ويا ريت تجربوه، هيعجبكم قوي، لان الطحينه بتدي له طعم كده مش عارفه اوصفه لكم، والليمون بيدي له، الليمون ماده حمضيه بيدي له طعم برده مزز شويه، والبقدونس زي ما انتم عارفين ده كل الناس بتحب تستخدمه في المشاوي. يعني بنحط الطحينه دلوقتي ولا بنحطها لا، هحط بعدين؟ كله. انا بصي الطحينه معايا. هحط كل حاجه، وهحط قرفه. القرفه ما شاء الله القرفه يا برضو جماعه المناعه. حلو. وحلو بتظبط نسبه السكر في الدم والكوليسترول كمان في الدم. القرفه حلوه قوي مع اللحوم. بس احنا كده حطينا جميع التوابل اهي. ما شاء الله، النهارده اكلتك غنيه بكل الحاجات اللي احنا محتاجينها الايام دي. بصي بسبب الكورونا بقى والحاجات دي ونزلات البرد يا جماعه. فاحنا دايما نهتم بالحاجات الخضراء، ونهتم بالحاجات اللي هي هتفيدنا اكتر. بس كده تمام. بصوا بقى، احنا هنقلب الخلطه دي حلوه قوي كده. معانا يا ايمان، شفت كده؟ حبيبه قلبي، تسلمي ايدك. تسلمي يا قمر. ريحه التوابل بعد ما حطيتيها كمان جميله، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. أيوة، يعني من قبل ما يستوي حتى. بصي، هو التوابل حلوه قوي، بس برضو ما نكترش منها، لان التوابل لما بتكتر بتغطي على طعم الاكل اللي انت هتعمليه. أكيد. ماشي. ادي اللحمه بتاعتنا اهي. احنا البولات بتاعتنا صغيره، عايزين نبقى نكبرها شويه ان شاء الله. فايه، انا هظبط الدنيا هنا، هقسمها هنا وهنا. بسم الله. طب سؤال يا شيف، الخلطه لما بتتحط على اللحمه ممكن احنا بعد كده يعني نتبلها ونحطها مثلا ساعه او 2، ولا على طول بنعملها في العيش؟ لا عادي، ممكن تشيليها. بصي، اي تتبيل كل ما يقعد الحاجه في التتبيله كل ما تقعد تكتسب النكهه الاكتر وتديكي طعم احلى، يعني التست بتاعها يبقى حلو جدا. يا جماعه يعني هنحط توم برضو، معلش معانا، اصل انا معايا ايمان لذيذه وعسل، فواخده حبيبتي مني الحلقه كده، مش عارفه بنسى حاجات. ليا ان انا اطلع معاكي يا شيف نور. يا قلبي ما تحرمش مني. يا رب يخليك. بصوا احنا شايفين، احنا بنقلبه كده حلو قوي، ماشي. يعني نتبلها يا شيف قبلها بقد ايه؟ لو عايزين نتبل التتبيله دي، يعني ممكن تتبليها قبلها ب3 ساعات 4 ساعات، مفيش اي مشكله. ونحطها في الثلاجه من تحت. حطيها في الثلاجه. وعلى فكره ممكن تعملي الحواوشي وتشيليه في الفريزر. ممكن يتعمل يا جماعه ويتشال في الفريزر، وقبل ما تيجي تسويه تطلعيه بساعه كده او نص ساعه وتبتدي تسويه. انا الحواوشي بتاعي النهارده هعمله على الجريل من فوق. هو طبعا ما يعلاش على حواوشي الفحم طبعا، بس انا هعمله على الجريل من فوق، لان مش هينفع نجيب فحم هنا في الاستوديو. ماشي كده. احنا اهو التتبيله، والتانيه اهي برضو. انا بحب اعمل الحواوشي بالعيش. هو ممكن تعمليه بالعجينه، بس بالعيش بحسه بيبقى اطعم شويه. العجينه بحسها بتبقى تقيله، هو كده كده يعني كله دسم، فمش هينفع تحطي عجين ومش عارف ايه. لا، انا بستخفه كده. والجماعه كمان اللي بيعملوا دايت
حلو قوي. ممكن تعملي الحواوشي ده بالخضار، وممكن تعمليه بصدور الفراخ، يعني تضربي الفراخ دي في الكبه بتاعتك وتحطي لها برده كل المكونات اللي حطيناها دي كده. طب تمام ازاي اهو. يا شيف بعد اذنك نحط الخضار، عشان في اطفالنا كتير قوي مش بيحبوا الخضار، فممكن نحطه لهم بصي، ازاي؟ الخضار ده مثلا السبانخ مفيده جدا، واحنا في الشتاء وده اوان متوفره السبانخ. جامد متوفره الايام كتير. دي. السبانخ هتضربيها برده او تخرطيها وهتحطي معاها مشروم. دي الطحينه يا جماعه اهي، الطحينه بتاعتي انا. الحواوشي بتاعي بحب احط له طحينه زي ما قلت لكم، وعصير ليمون والبقدونس. التست ده هيفرق قوي معاكم، يا ريت تجربوها. يعني مش بس الطحينه للسلطه، لا احنا ممكن نحطها جوه رغيف الحواوشي. ممكن تحطيها. والخضار زي ما قلت لك، تحطي السبانخ، تحطي المشروم، وتحطي معاها بصله، وتحطي معاها فصين توم. حلوه قوي، مش وحشه. التوم كمان يعني بيقوي المناعه. التوم حلو جدا. بس بالنسبه للاطفال ازاي مثلا لما نيجي نعمل لهم، الام مثلا تعمل لهم رغيف الحواوشي تحط ايوه معاكي، اتفضلي. عصير ليمون اهو، مش هكتر قوي عشان اللي مش بيحب الليمون. ازاي الام تعمل لهم الحواوشي؟ ازاي نحط مثلا خضار فيه؟ ما هو انت هتعملي الخضار في الكبه، عندك سبانخ، عندك فاصوليا خضراء، عندك جزر، عندك فلفل الوان. الفلفل الالوان حلو قوي. وبعدين في فيتامين سي وكل الاطفال بتحبه. انا عندي احفادي بيحبوه جدا، الفلفل الالوان الاحمر والاصفر والاخضر. يعني انت هتفرمي الحاجات دي كلها وتتبليها، لازم تتبل. والكزبره الخضراء بتدي تيست قوي حلو قوي برده، ومفيده برده، بتقلل الكوليسترول برده. طيب معانا اتصال، نقول الو. معانا سلوى. اهلا بيكي يا سلوى، اتفضلي. اهلا بيكي يا سلوى. ايوه حبيبتي. اهلا بيكي، سامعاني؟ اتفضلي يا سلوى، اتفضلي. منوره الشاشه. ليكي سؤال للشيف نور؟ اهلا وسهلا، ازيك يا سلوى؟ تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه. الله يخليكي يا حبيبتي، ما تحرمش منك. اتفضلي. ليكي سؤال للشيف نور؟ لا انا حبيت بس ان انا احييها يعني، واقول لها تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها. الله يخليكي يا سلوى، الله يخليكي، ما تحرمش منك. تابعيني بقى عشان تشوفي الحواوشي بتاعي ان شاء الله وتجربيه. يا حبيبتي جميل جميل جميل. يا رب يخليكي يا حبيبتي، عايزاكي تجربيه وتقولي لي رايك. الحواوشي بتاعي بعمله يعني بطريقه مختلفه شويه، بس ان شاء الله هيعجبك. شكرا ليكي يا مدام سلوى. شكرا ليكي يا مدام سلوى. بس بقى ان شاء الله هنحشي على طول اهون الحواوشي بتاعنا. وبعد ما نعمل الحواوشي هعمل لكم سلطه الفاصوليا الخضراء. سلطه الفاصوليا الخضراء دي الفاصوليا الخضراء دي مفيده جدا، حلوه قوي يا ايمان. سلطه الفاصوليا دي لان هي حلوه للي بيعمل دايت او ماشي على نظام غذائي معين. بتنزل الميه اللي في الجسم، جميله. وبتمنع السرطانات وحاجات كتير، بتقلل من اصابه بالكانسر. الفاصوليا دي الخضراء هنعملها ان شاء الله، وبحط معاها جزر. الجزر كمان ما شاء الله برضه فوائده عظيمه جدا. بصوا بقى يا جماعه اهو، انا هوريكم الحواوشي هيتحشي ازاي عشان تبقوا عارفين. انا عيش عادي. مش بنحط زيت يا شيف نور في الخلطه؟ لا ولا على الرغيف مثلا من جوه؟ لا، انا هحط من بره. بصوا يا جماعه، الخلطه اللحمه بتاع الحواوشي لازم تكون دسمه شويه. يعني عايزه تحط لها ليا، في ناس بتحب تحط ليا. اللحمه الحمراء خالص الحواوشي مش هتديك الطعم الحلو، لازم يكون عليها ليا، عليها شويه دهنه كده بتاعه اللحمه. فاحنا ادي العيش بتاعنا اهو. تمام، احنا فاتحين، انا فاتحاه. طيب استاذنك، معانا اتصال لفاطمه. اهلا بيكي يا فاطمه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. ليكي اي سؤال للشيف نور؟ اتفضلي. لا انا بس بقول لها ربنا يوفقك يا رب، ودايما من نجاح لنجاح. الله يخليكي يا قلبي، وربنا معاكي يا حبيبتي. تسلمي يا فاطمه. فاطمه دي يا جماعه بنوتي، انا ما معيش غير بنت واحده، فاطمه دي بنتي. ازيك يا فاطمه، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. طبعا مش هقول لك ايه رايك لان انت عارفه اكل ماما. ايوه طبعا. تسلمي يا فاطمه. تسلم ايدك. مش عايزه اي حاجه اعملها لك على الهوا؟ تسلمي لي يا روحي. تسلمي يا حبيبتي. شكرا على اتصالك يا فاطمه. شكرا على اتصالك. بصوا يا جماعه، ادي الحواوشي بتاعنا والعيش اهو، احنا بنفرده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع حاجه ثانيه عشان احط فيها. خليكي سيب ديكوا بس ايه. بسم الله. احنا على فكره احنا بنحط جبن، بس انا هحط لكم الجبن قبل ما اسويه، ماشي؟ وممكن تحطيها في الخلطه، يعني ممكن نحط الجبن، بحط ميكس من الجبن. ممكن احط الخلطه دي واروح حاطه عليها ميكس من الجبن، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه جوده، جبنه رومي، اي نوع جبنه عندك متوفر في البيت يا ريت تجربيها وتحطيها كده وشوفي طعمها هيبقى ايه.
تبقى مختلفه قوي يعني. طبعا غير الحواوشي بتاع الشارع. اكيد. دي حاجه حلوه وانت هتعمليها في البيت لاولادك. ولو عندك نص كيلو لحمه هتقومي تعمليها وتجربيها هيعجبك جدا. وبعدين على فكره الكيلو لحمه ممكن يعمل لك 17 واحد من ده. كيلو بس صح؟ كيلو اللحمه يعمل لك 17، ولو قللتي الحشو شويه ممكن يعمل لك 20. يعني لو قللتي الحشو يعني بس انا هنا معلش يا استاذ احمد معايا. طيب معانا اتصال لاستاذ محمد. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمد، حضرتك سامعني؟ الو. اهلا بيك. الو. اهلا بيك. اهلا بيك، اتفضل. اتفضل معانا يا استاذ سامعني؟ محمد. ازيك يا ام معاذ؟ الله يسلم حضرتك، الحمد لله. اتفضل انا سامعاك. عامله ايه؟ منوره الشاشه والله. الله يعزك، الله يكرمك. اتفضل يا استاذ محمد. وايه الجمال اللي انت بتعمليه ده؟ الله يكرمك، الله يخليك. انت عايزاك تجرب الحواوشي بتاعنا ده وتقول رايك. والله منوره الشاشه والله. الله يعزك يا استاذ محمد. شكرا لحضرتك يا اشكرك استاذ محمد. شكرا ليك. اهلا. شكرا. ماشي، شفتي خدتي بالك بقى يا ايمان؟ الحواوشي اهون سهل جدا. استاذنك ناخد بس اتصال معانا. ايمان، اهلا بيك يا ايمان، اتفضلي. ايوه، ازيك يا شيف نور؟ الله يسلمك، ازيك يا ايمان؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، في نعمه. منوره الشاشه. الله يخليكي، ده نورك. تسلم ايدك على الحواوشي. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يكرمك. من نجاح لنجاح ان شاء الله. اي سؤال للشيف نور؟ لا، انا قلت بس احب اشكرها بس على اكله الحواوشي، اكله جميله، وتسلم ايديها على الاكله دي. الله يعزك يا حبيبتي، ما تحرمش منك. شكرا على اتصالك يا ايمان. ماشي يا جماعه، احنا عملنا اهو. هعمل بقى حاجه تانية غير الحواوشي. كده انا عملت اهو قدامكم اهو كام واحد. ماشي، فان شاء الله بعدين بقى ده خلاص كده. تسلم ايدي. ان شاء الله انا هعمل لكم بقى الفاصوليا الخضراء، وبعد كده هنعمل الكريب. الخضراء هتبقى ايه؟ الفاصوليا الخضراء حلوه قوي. ماشي، هنحط عليها ايه شيف نور؟ الفاصوليا الخضراء، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفاصوليا الخضراء بتاعتنا. الشياكه دي كمان، واطباق وقلب ومظبطانا انت يعني. بصوا بقى، الفاصوليا الخضراء دي حلوه قوي، يا ريت تجربوها. خفيفه. اولا هي ما بيتحطلهاش غير توم. الفاصوليا دي بقى تحط لها توم، تحط لها جزر. الجزر فوائده جميله. الجزر فوائده جميله قوي. الجزر كمان ليه فايده، اللي بيحتوي على ماده البيتا كاروتين دي المفروض ان هي من اقوى مضادات الاكسده. أيوة. والمداومه على اكل الجزر بتخفض نسبه الكوليسترول السيء اللي هو LDL، وبتخفض ضغط الدم. كمان عصير الجزر يا شيف نور مفيد قوي للكبد، عايزين نبقى نعمله في حلقه. عصير الجزر بعمله لكم في حلقه، مش طبعا مش زي عصير الليمون بالنعناع. اكيد، بس عايزينك تعملي لنا عصائر ان شاء الله. احنا بنحط زيت هنا، تمام. هنحط زيت. بنحط بقى يا جماعه الفاصوليا، بننزل بالفاصوليا اهي. الفاصوليا الخضراء تكون مغسوله حلو طبعا، وبنقطعها. بنشوحها. بنشوحها كده، لا كله مع بعضه. يعني بصي، هي بيتحط لها توم، تمام، وبيتحط لها الجزر، وبيتحط لها عصير طماطم وزيت. طبعا يفضل زيت الزيتون عشان الكوليسترول، وبرده ليه فوائد جميله برده. طبعا زيت الزيتون لا غنى عنها يعني، مفيد جدا يا جماعه. زيت الزيتون ده لو كل يوم خدتي معلقه منه على الريق، دي حلوه جدا ومفيده. اولا حلوه قوي للصحه وحلوه للشعر. حلوه قوي. احنا كده حطينا طماطم وحطينا جزر وحطينا توم. هحط بقى عصير الليمون، ده عصير ليمونتين. كيلو فاصوليا خضراء بنحط له جزرتين مبشورين، بنحط له طماطميتين مبشورين، بنحط له توم الكميه اللي انت عايزاها بقى، وبنحط عليه عصير ليمون. ماشي، ادي عصير الليمون. بس عصير الليمون دلوقتي يا شيف ما يمررش الفاصوليا؟ لا 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 لا، كله كله مع بعضه كده. ماشي، ده غني بفيتامين سي، جميل جدا، برضه محتاجينه برضه الايام دي. محتاجينه اليومين دول. احنا اليومين دول كل ربة اسره تدور على الحاجات المفيده لاولادها. يا ريت يا ريت تعملوا الحاجات المفيده. ماشي، ادي هقلبها بالمعلقه دي. سلطه الفاصوليا دي حلوه قوي للي عاملين دايت. كان في حد متصل بيا عايز اكلات دايت، دي حلوه قوي ومفيده. وممكن تعملي جنبيها شويه رز ابيض من غير زيت، تحطيها عليهم، حلوه. تتاكل معاها. تتاكل معاها. او توست، اللي هو التوست السن.
بس يعني ما تتاكلش بقى ما فيهاش دهون خالص، هم شويه زيت بس، يا ريت زيت زيتون. هي كده بصي خلاص احنا هنغطي عليها. والفاصوليا عامه يا جماعه من الحاجات اللي بتبقى بتستوي بسرعه، ومن الحاجات اللي بيبقى شكلها حلو على السفره. يعني لما تكوني عاملاها في اي عزومه، السلطات بالذات يعني دايما تدوري على الحاجات المفيده اللي هتفيد اسرتك. يعني احنا معتادين على السلطه البلدي، مفيش كلام، احلى مفيش غنى سلطه عنها في اي اكله في بتتعمل. اي بيت السلطه البلدي. بس لازم نبتدي نبتكر، نحط حاجات جديده تشدي انتباه ولادك. بصوا بقى يا جماعه، احنا ان شاء الله هنعمل كريب. وبعد ما اعمل الكريب هبتدي اسوي كله مع بعضه بقى. الكريب بتاعنا ان شاء الله النهارده انا هعمله لكم. مكوناته انا هعمله لكم بكذا شكل. اول حاجه هعمل كريب بالسبانخ. طبعا انت عارفه ان السبانخ ده الموسم الشتاء ده السبانخ فيه كتيره جدا. الفاصوليا عظيمه بتقوي جهاز المناعه بطريقه طبعا رهيبه. يعني بالنسبه في الوقت الحالي اللي انت فيه، انت عايزه تقوي جهاز المناعه وعشان البرد وعشان حاجات كتير، وبعدين حلوه قوي للحديد. هي فيها حديد وفيتامينات. ماشي. فالسبانخ دايما بوصي اي ام حامل تتك قوي على السبانخ، تتك على البنجر اللي هو الشمندر ده بيقولوا عليه البنجر. فانا هعمل لكم النهارده كريب بالبنجر. كمان مفيد قوي الانيميا البنجر، وبيخفض برضو نسبه الكوليسترول في الدم. حلو برضو جدا. للضغط، برضو بيقلل الضغط. وبعدين شاء الله اللي انت جايبه لنا كل النهارده البنات كل حاجات بقى اللي عايزه خدودها تبقى حمراء وشفايفها تبقى حمراء. نعمل ايه بقى يا شيف نور؟ البنجر نعمل ايه؟ البنجر دون بيعملوه على البشره. حلوه قوي، دي حاجه طبيعيه ولا فيها كيماويات ولا فيها اي حاجه. فطبعا البنجر ده هنعمل بيه الكريب الاحمر، ومعاه فلفلتين احمر برضو حلو او سبايسي زي ما انت عايزه. واللي هو بالسبانخ الكريب الاخضر هعمله بالسبانخ. فاحنا هنبتدي بقى نعمل المكونات بتاعتنا. طيب اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي هعملها سلطه طحينه. ان شاء الله. طيب المقادير بتاعت الكريب ايه يا شيف نور؟ المقادير بتاعت الكريب يعني بتاعت عجينه الكريب، لان في ناس كتير قوي بتشتكي انها بتفك منها لما بتيجي تعملها على النار، بتفك منها. تمام. بصي بقى يا ستي، الكريب ان شاء الله اللي هنعمله بالسبانخ هقول لك على مكوناته. اول حاجه هنحط نص كيلو لبن، معاه كوبايه دقيق، معاه بيضتين. يعني هحط اللبن، انا هعمل كله في الخلاط لكل. يعني بصي الخلاط حلو للي لسه مبتدئ ما بيعرفش يعمل الحاجه قوي او بتبوظ منه. انا ممكن اضربه هنا قدامكم. يعني هحط الدقيق، كوبايه الدقيق، وهحط معاها البيضتين، وهبتدي اضربها عادي قدامكم، وانزل عليها باللبن ورشه ملح ورشه فلفل، الحاجات اللي انت عايزه تحطيها دي سهله بالنسبه لي. لكن انا بعرف اي بنوته لسه صغيره او اي عروسه او اي واحده ما بتعرفش الحاجات دي قوي، الخلاط بيساعدها في الحاجات دي. هتضربها وهتنزل معاكي كريمي خالص كده وحلوه وما فيهاش اي تكتلات، وهتبتدي تنزلي بيها. فالكريب هو هنحط نص كيلو لبن، عليه بيضتين، عليه كوبايه دقيق، عليه السبانخ بقى اللي هنحطها هتبقى كوبايه سبانخ. تمام. والبنجر هيبقى برضو بنجرتين صغيرين او ممكن واحده لو انت مش حابه اللون يبقى احمر قوي. يعني في ناس مش بتحب اللون يبقى فاقع قوي. فاحنا هنقلل السبانخ او هنقلل البنجر. تمام كده. لو عايزين نزود الكميه، لو في مثلا حفله او حاجه نزود. عايزه تزودي الكميه، هتحطي يا ستي كيلو لبن. كيلو لبن. هتحطي كيلو لبن، هتزودي الدقيق برضو وهتزودي البيض. البيض ده حسب بقى رغبتك. يعني انا عن نفسي مش بحب البيض الكتير فيها. في ناس بيحطوا مثلا، مش عشان ما يزفرش. انا بحب دايما البيض بيبقى ايه في الحاجات دي، مش بحبه يبقى كتير قوي. يعني هو البيض بيبقى زفر فعلا شويه، بس انت بتغطي عليه بايه؟ بتغطي عليه برشه فلفل اسمر. انا بحب احط زعتر قوي تكسر وبحب احط زعتر. يعني انا هوريكم الكريب ممتازه الزعتر برضو جميل جدا. الزعتر. وبحب احط شمر. الشمر برضو حلو قوي يا جماعه، بيساعد على التخسيس. وبعدين يعني ايه، بيساعد على اضرار البول اللي بيبقى عندهم. بيقوي الذاكره وبيحمي من نزلات البرد الكتيره، وبيعمل برضو من الام البطن ومن تقلصات اللي في البطن، والتهابات اللثه برضو بيهدي منها. فما شاء الله مظبطانا يعني. ان شاء الله. هنبدا بايه بقى يا شيف نور؟ هنبدا بقى ان شاء الله
بالبيض اكيد هنربه. لا لا مش انا البيض. ممكن اساعدك لو نعمل البيض او اعمل لك انا البيض. هبدا بقى ايه باللبن. هبتدي ايه، هاخد ايه الشفشق معايا كده هنا، عشان إيه الكاونتر عالي قوي يا جماعه، لازم تحطوا لي حاجه ابقى طويله عشان انا مش ببقى طايله قوي. هنبتدي بقى. بصي انا الدقيق عادي جايباه في بوله عادي بقى، بوله عاديه كده عشان هحط منه قدامك. الدقيق استاذنك بننخله ولا لا انا بنحط نخلاه عادي؟ لا لا لازم تنخليه. لازم انخله. ايه الفرق يا شيف؟ قولي لنا ايه الفرق لما انا احط البيض سوري الدقيق عادي ولا انخله؟ لا انت لما تنخلي الدقيق بتدخلي فيه الهواء. فلما بتيجي تعملي اي حاجه بيديكي ايه فراغ كده في الحاجه، تبقى الحاجه فضج يعني، تبقى الحاجه حلوه معاكي. لا غير لما تحطيه كده بيبقى مكبوس. يعني عامة لو هنعمل كيكه، لو هتعملي كيك، هتعملي اي حاجه لازم ننخل الدقيق. لازم الدقيق يتنخل. وبعدين ممكن بيبقى فيه شوائب يعني، دي حاجه غصب يعني. اكيد ماشي. فاحنا ان شاء الله هنبدا بقى كده. هحط لك اللبن. اوكي تمام علينا. ماشي. معانا مناديل ورق كده. حطينا اللبن اهون. بصوا بقى يا جماعه، اللبن هنكسر فيه بيضتين. تمام قدامكم كل حاجه اهي. هنكسر فيه بيضتين كده. حط بيضتين. معانا لحضراتكم صفحه الفيس للشيف نور، اللي حابب يتواصل معانا يتفضل على الصفحه ان شاء الله. ايوه يا ايمان كده، الله يكرمك حبيبه قلبي. الله يخليكي يا ايمان. بصوا يا جماعه انا كده اهون. ماشي. بصوا بقى هنبتدي ازاي. انا كده حطيت البيض وحطيت اللبن. معلش انا هستسمحك. قولي. هاخد يعني ممكن اخد دي افضل. أوكي. عشان احط بيها. بصوا بقى انا جايبه السبانخ اهي برضو. هنزل برضو بالسبانخ معاها كده كله مع بعضه يعني. كله مع بعض ما عدا الدقيق. ما عدا الدقيق. الدقيق ده هنخليه في الاخر. ماشي. احنا كده حطينا البيض واللبن والسبانخ. ماشي. احنا بصوا بقى هنضرب كده ان شاء الله. تمام. انا بحب بقى يا جماعه، انا سبق وقلت لكم قبل كده، انا بحب اي وايت صوص ابيض سواء للبشاميل سواء وايت صوص عادي سواء كريب، بحب اديله رشه جوز الطيب. حلوه قوي وبتفرق جدا. جوز الطيب برضو ليها فوائد برضو جميله قوي. بصي انا الحمد لله يعني بحكم شغلي فبحب اقرا كتير عن الحاجات دي عشان اعرف ايه المفيد. ماشي. انا ايه هشغل تاني علشان ايه الملح والبهارات يدوبوا معاه. ده كده خلاص كده. ده كده اللي بالسبانخ ده خلص. هعمل لكم برضو اللي بالبنجر والفلفل السبايسي. ارجع دي كده عشان ابتدي احط الطاسه بتاعتي. الفلفل برضو السبايسي برضو لا غنى عنه، برضو بيقوي المناعه. حلو قوي بشكل رهيب. وعلى يعني. فكره برضو يا ايمان الحاجه السبايسي شويه يا جماعه بتنشط عضله القلب. ماشي. وبعدين حلو علشان البرد، وبعدين بتدفي.
وبياكل من السرطانات برضه. يعني انت اي حاجه يعني حاميه شويه او حراقه زي ما احنا بنقول، بتحسي ان انت لما بتاكليها بتدفي. يعني فاحنا في الشتاء لازم يا جماعه بصوا الفاصوليا بتاعتنا هي يا جماعه هي داخله على سوا، ريحتها جميله جدا. يا ريت تجربوها هتعجبكم قوي. انا لسه ما حطيتلهاش الملح ولا حطيت لها حاجه، هي بيتحط لها ملح كمون فلفل اسمر بس، ما حطيتلهاش توابل زياده عن كده. الفلفل ما يسمرهاش شيف نور؟ لا انت بتحطي رشه، لا لا لا, لا الفلفل حبه صغيره يعني. طب لما بنغطي كده. الفاصوليا، في ناس بتقول لما بنغطي الفاصوليا الخضراء او اي حاجه خضراء بتغير من لونها لونها شوية. بيروح. لا يا جماعه لا بصوا معلش يا استاذ احمد هستسمحك تجيبي بصوا الفاصوليا اهي لونها ما غيرش زي ما هي خضراء يعني. بصي لونها جميل ما شاء الله، جميل لانها دي فريش مش فروزن اهي. ماشي اهي انت بتحطيها ايه جميله. وبعدين خلي بالك عصير الليمون بيزود الخضار بتاعها. يعني انت انت اي حاجه بتحطيها عصير الليمون حلوه جدا. بس انا هحط لها الملح بتاعها بالمره. تمام. في الاخر بقى نحط الملح؟ لا لا عادي، ما احنا هنطفي بعد شويه. انت هنحط رشه ملح اهي. ماشي مش هنكتر ملح علشان هي عليها ليمون. ماشي. وفي فلفل اسمر اهون ورشه كمون، بس رشه فلفل ورشه كمون اهي. يا ريت يا جماعه تجربوا. يا شيف نور بس نطلع فاصل. ماشي فاصل تمام. ونرجع تاني ان شاء الله. فاصل ونواصل. تعالوا عشان تشوفوا الكريب. ورجعنا لكم تاني مع شيفتنا الجميله نور الصباح. اهلا بيك يا شيف نور. اهلا بيكي يا قلبي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل بقى الكريب ان شاء الله اللي بالبنجر. ماشي. ادي اللبن بتاعنا وادي اهو البيضتين. اوكي ماشي. يا ريت تجربوه يا جماعه، ده مفيد جدا وهيعجب الاطفال، وبعدين غني بكل حاجه طبيعيه. اللبن والبيض للاطفال اللي ما بياكلوش اللبن والبيض، ما بيشربوش اللبن وما بياكلوش البيض. والبنجر حلو قوي. انت عارفه يعني انا اعرف يعني اي ام دلوقتي حامل يقولوا لها كلي حاجات مفيده، كلي حاجات عشان الانيميا. فايه مفيد جدا الانيميا البنجر فاحنا هنحط يا جماعه البنجر. احنا حطينا البيض وحطينا اللبن، هنبتدي نحط البنجر. بنحطه بميته عادي؟ عادي عشان يديك اللون. يعمل اللون صح؟ هو هيبقى احمر شويه بس هيبقى حلو. اوكي. تمام كده. بصوا بقى يا جماعه احنا حطينا البنجر، انا هقفل عليه علشان البنجر انا سلقاه. يعني دي حاجه تبقوا حاطينها في دماغكم، ما تحطوهوش ني. مش هنحطه ني. لا لو اتحط ني هيديكي طعم مش حلو وهيبقى محتحت قوي. فاحنا علشان ينعم معاكي كمان في الخلاط لازم هحتاج الملح بعد اذنك. اتفضلي. ايوه. واللي جنبه جوز الطيب. جوز الطيب فوائدها برضو جميله جدا. والفلفل الاسمر ورا المعلقه على طول بالراحه برضو. احنا كده زي ما وريتكم بيقوي العظم. الفلفل الاسمر حلو قوي. الفلفل الاسمر احنا حطينا يا جماعه البنجر وحطيت الدقيق زي ما انتم شفتوا، وهحط رشه فلفل اسمر وهنحط رشه جوز الطيب برضو. طيب نشوف يا شيف نور الفاصوليا. قلبيها يا ريت. استاذنك نشوفها. على مهلك. ما شاء الله ريحتها تحفه. على مهلك تحفه يا ايمان. ماشي كده خلاص اهون. هقلب وهرجع اضرب ضربه كمان ننزله. تمام. محتاجه تاني الفلفل والملح.
لا خلاص. خلاص؟ شكرا لحضرتك. اهون بصوا بقى يا جماعه اهو. فاصوليا. هنبتدي بقى يا جماعه ننزل الفاصوليا. ننزل تمام كده. الفاصوليا؟ هنغرفها اهي. اوكي اتفضلي. ماشي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي ريحتها الفاصوليا. جميله مع الجزر تحفه. احنا زي ما انتوا شفتوني حطيت كمون وملح وفلفل. وزي ما قلت لكم برده الفاصوليا كيلو فاصوليا عليه جزرتين مبشورين، عليه طماطميتين مبشورين اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. عليه ليمون، عليه زيت زيتون اهي. جميله جدا ويا ريت تجربوها هتعجبكم قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله اهي جميله. ماشي. اهي الفاصوليا بتاعتنا تمام تحفة، كده. ريحتها تحفه يا شيف بالهنا نور. والشفا. جوعتينا. وكده الكريب بتاعنا التاني خلص. ماشي. اللي بالبنجر حلو قوي ومفيد ويا ريت تجربوه. هنبتدي بقى هنعمله اسوي لكم ازاي؟ هقول لك ممكن اعمل معاكي، استاذنك اعمل معاكي؟ ماشي. ده انت تنوريني. نورك. بصي بقى يا ايمان، انا نحط هنزل ده الزيت الاول متهيألي. هحط بقى يا جماعه الزيت. بصوا انا هنزل دي كمان، احط دي كمان. معلش يا ايمان اهي. اتفضلي. بصوا بقى احنا هنحط زيت في الطاسه بتاعتنا علشان برضو ابتدي اعمل الكريب. الطاسه دي اهي مش بتاخد زيت كتير اهون. ماشي. كل مره يا شيف نور لما بنيجي نحط الكريب كله لازم نعمل الزيت ونحط كده زي ما انت بتعملي. الزيت كل مره مش شرط كل مره يعني. كل ما تحسي ان الطاسه بتاعتك او الجريل ما فيهاش بتاعك ما زيت، فيهوش نحط. تبتدي تحطي وبعدين الحواوشي انا هعمله بالطريقه دي برضو. تمام. انا اهون هوريكي يا ايمان. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي كمان. احنا كده الدقيق دون يعني ان شاء الله لو في وقت هعمل لكم الكريب الابيض العادي خالص. بس الكريب اللي هو الابيض بتاعنا العادي. نفس طريقه ده برضو. النص بس كيلو من غير لبن بنجر. من غير بنجر ومن غير سبانخ. بس هيبقى برضو في حشو. بصوا يا جماعه احنا الحشو بتاعنا جبن. ميكس من الجبن بقى براحتك اللي انت عايزاه. اي نوع جبنه انت عايزاه اهون على مهلك. وجبنه موتزاريلا عشان هنحشي بيهم. ماشي كده تمام. بصي بقى يا ايمان دي برضو هننزل عليها كده. برضو هنحط زيت برضو. لازم. ماشي اهي كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. ماشي. طب عشان وقت. اتفضلي قولي لي اهو. طب بصي بقى عشان وقتنا يا شيف نور استاذنك بس نعمل طاسه فيها الكريب لان احنا وطاسه خلاص. فيها الحواوشي وطاسه فيها الحواوشي. طب انا ماشي. ممكن اساعدك. شوفي انت تعملي مثلا. طب ماشي حاضر. ايه؟ انا هعمل لكم هنا واحده كريب اهي. بصوا يا جماعه ده الكريب اللي بالسبانخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله انت عامله فيه السبانخ. عامله مش باين خالص يعني. لا ما هو لازم. بصي هو بصي بيبقى له عصايه كده بتعمليها او ممكن تعمليه بالجريل ده نفسه مثلا الطاسه دي نفسها. بس احنا النار عندنا والسبانخ كمان شويه. خدت لون الكريب تحفه اخضر جميل. جميله اهو كده. انا عايزه بس الوانك النهارده ما شاء الله جميله. الفاصوليا والبنجر والكريب بالسبانخ. السبانخ الكريب اللي بالسبانخ هنحط له شويه بيف عادي كده اهو. الحشو بتاعك بقى عشان تبقي عارفه. ماشي. على جنب واحد ولا على كله؟ لا على جنب واحد عشان احنا هنطبقه. عشان هتطبقيه. هتحطي مثلا جبن. اهي جبنه اهي. ميكس من الجبن اهي. جبن. ماشي. انت كده حطيتي جبن. ممكن جبنه برضو شيدر اهي. تمام. ماشي. عايزينك يا شيف نور استاذنك تعلمينا ازاي نطبق الكريب زي المحلات بره بيطبقوه بطريقه لذيذه قوي ويتاكل كده كانه ده يا جماعه زعتر. عينيا حاضر هعملها لك. ده زعتر بيدي طعم حلو قوي برضو للكريب. الزعتر برضو فوائده جميله برضو بيقوي برضو المناعه. ده بقى الحواوشي هعمله في دي بس هزود بقى معلقه زيت لاني انا هبتدي اعمل الحواوشي اهون. بسم الله الرحمن الرحيم عشان يبقى عشان وقت البرنامج بتاعنا. بصوا بقى يا جماعه تسلمي. ادي اهون. اوكي. هننزل بالرغيف كده عادي خالص. ماشي. هنا هنحط معاه جبنه كده برضو
واحنا بنعمل الاكنيه الجميله شيف نور، اتفضلي. معانا اتصال من ماجده. ايوه اهلا بيكي يا ماجده، اهلا اتفضلي. بيكي يا ماجده، اتفضلي. اتفضلي مع الشيف نور. الو مساء الخير. اهلا، مساء الفل. ازيك يا ماجده؟ عامله ايه يا شيف نور؟ الحمد لله يا حبيبتي، في نعمه. كويسه دايما منوره يا حبيبتي، وتسلم ايديكي. الحواوشي تحفه يا رب ودي يخليك. فكره جديده ان احنا نحط عليها الطحينه، ما كناش بنحط الطحينه. ايوه جربيه، جربيه يا مدام ماجده، هيعجبك جدا. ما انا هجربه ان شاء الله، وهجربه الوصفه هجربه اكيد هيعجبني من ايدك طبعا. تسلم ايدك في كل حاجه بتعمليها. تسلمي يا حبيبتي. انا قلت اعمله لكم بطريقتي علشان تشوفوها. ماشي. انا هقول لهم طريقه ايه؟ هقول لهم بطريقه خالتكم نور الصباح. ايوه عينيا ليكي، عينيا ليكي. ليكي اي شكرا. سؤال يا ماجده تساليه الشيف نور؟ شكرا، ميرسي ليكي يا ماجده، شكرا. شكرا بشكرك. ليكي يا مدام ماجده، شكرا ليكي. خلاص يا جماعه، هنعمل دلوقتي انا شيف عايزاكي نور. بقى تحطي لنا دي كده. اوكي. هو معاكي بقى. ايوه هياخدها كده معاكي. دي محتاجاها ده محتاجاه للكريب. ده هحتاجه الزيتون، للكريب. والبقدونس برضو. والبقدونس. ايوه ده البقدونس ده للطحينه، معلش سوري. ده للطحينه. احنا هنعمل سلطه طحينه صح؟ ايوه هنعمل سلطه الطحينه. مش لازم، تاخد عشان لازم الحواوشي. عشان الحواوشي. اكيد عشان الحواوشي يا جماعه. ممكن بقى كده اهي معاك. انا هبقى ازوقها باي حاجه. دي استاذ منتصر، هي مش عايزه ازواق. طيب استاذنك يا شيف نور، احنا ممكن ثواني. نقلب هقلب. الحواوشي عشان بس معانا 6 دقايق بس. ماشي نقدر اتفضل. نخلص فيهم. ماشي كده يا جماعه. الحواوشي بتاعنا اهو. ريحته تحفه من التتبيله اللي حضرتك تحفه. هيعجبك قوي. الحواوشي اهو. وكده اللحمه تستوي جواه، مش لازم لا تستوي جواه. الفرن. بس مش عارفه البوتاجاز ماله معلق. تستوي جواه. ماشي يا جماعه. نقلبه على وشه علشان يستوي برده من فوق ومن تحت. الحواوشي لازم هتقلبيه على الوشين. احنا هنطلع طبق ليه كده. ماشي اهو الطبق ده بتاع الحواوشي. ماشي يا جماعه، عشان هطلع الحواوشي. بسم الله. عايزين برضو نعمل هعمل لكم ده سريعا يا شيف نور. عينيا حاضر، عينيا. بس نبقى قدمنا كل حاجه. الالوان الجميله التحفه دي النهارده ان شاء الله، اخضر واحمر ما شاء الله يعني. ان شاء الله هيعجبك قوي ان شاء الله. بسم الله. الحواوشي بياخدش حاجه بقى على الجريل من فوق. بصوا اهو كده على طول. بصي الناحيه الثانيه. وعلى فكره يا جماعه بيستوي بسرعه. يعني في ناس يقولوا لك اللحمه ما تلحقش تستوي. اللحمه المفرومه بتستوي بسرعه، وخاصه لما تكوني جايباها صغيره. ماشي. هو دي كده اهو. حتى مش لازم ان احنا نقلل التتبيله من جوه اللحمه. لا 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 لا, لا من خالص. جوه. ادي اول واحد اهو. هعمل لكم. تسلمي. برضو هنحط نقطه زيت اهو يا جماعه. علشان نعمل ايه دلوقتي برضو؟ علشان هعمل واحد حواوشي كمان، وبعد كده اعمل. ايوه اتفضلي. ماشي تسلم ايدك. ما تنسيش يا ايمان بنحط عليه جبن. الجبن ايه؟ ايوه بصي. قبل ما نحطه على النار. فانا هحط لك دلوقتي دلوقتي. ما تطلعش من الرغيف بره صح؟ تمام. انا هحط لك دلوقتي شويه جبن. بسم الله اهو. ماشي. طيب انا هحط لك الجبن. طب اتفضلي. هحط لك الجبن. يا ريت تحطيها. اوكي ده حطيناه خلاص. بس عايزه جبن من الثانيه. من الثانيه. عايزه قلبزات عندك في الشنطه. قلبز في الشنطه لو عايزه. اوكي ماشي. بسم الله. شيف نور بس عشان معانا 5 دقايق. تمام حاضر. 5 دقايق الوقت. يعني بتنوعي مره كده ومره كده. يعني نحط من دي برضو. حطي من الاثنين. حطي من الجبنه. حطي من الاثنين. حطي من دي ومن دي. وديا اهي. الكريب بتاعنا اهو يا جماعه. ده الكريب بتاعنا اهو اللي بالسبانخ. بس هي النار بس ضعيفه. بسم الله. انا كده زودت النار عشان يطلع. وده برضو اوكي كده. ايوه اهو اشتغل. بس كده انا شغلته اهو عشان تسلم ايدك. لا تسلم ايدك كده. جميل قوي اهو. هنطلع التاني اهو يا جماعه. بصوا اهو الحواوشي التاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه اوريكم ان اللحمه فيه استوت. من فوق ومن تحت. بصوا بقى
ممكن يا ايمان تحطي معلقه زيت في الطاسه. بصوا بقى، أوكي، حاضر. والجبنه ساحت فيه اهون، حبة زيت. يبقى حلو قوي، ويا ريت تجربوه هيعجبكم جدا. تسلم ايدك يا ايمان. كده. ماشي. ولا نحط اكتر؟ لا عادي مفيش مشكله، هعمل واحد كمان وبعدين اعمل لكم بقى كريب. اوكي. اوكي اهون. اللون الاخضر بتاع السبانخ تحفه في الكريب. ايوه جميل جدا. بصي جميل جدا. والطعم مختلف قوي. والالوان أهون. كمان جميله قوي. بصي اهين. في طبق للكريب في طبق عندك للكريب ده. ايوه بس. ماشي اهو يا جماعه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحواوشي اهون بتاعنا. الحواوشي ريحته تحفه، مش قادره اقول لكم الحواوشي ريحته عامله هيعجبكم ازاي. قوي، هيعجبكم تحفة، قوي، يا تحفة، ريت تحفة. تجربوه. تسلم ايدك. تسلمي يا حبيبتي، بالف هنا لكل اللي ياكل. الله يهنيك. اهون. انا بس عايزه ايه، اظبط اموري كده عشان الكريب. معلش يا جماعه، بعد ما نخلص بس هخلص رغيف الحواوشي يا ده، شيف هعمل نور، لكم نحط بقى كريب. الكريب الاحمر عشان مش معانا وقت كتير، تمام حاضر. عشان برضه الناس تشوف برضه الكريب الاحمر. اوكي تمام، هخلص بس رغيف الحواوشي ده ونعمل على طول الكريب الاحمر. الحاجات دي يحبها الاطفال قوي، الالوان جدا دي. انت تلعبي بالالوان للولاد اللي مش بياكلوا. اكيد. يعني ممكن كمان كنت عملت لك كريب اصفر. اصفر بيتعمل بايه؟ بالكركم الاصفر ولا بيتعمل بايه؟ بالكركم. بالكركم. بتعملي بالكركم والفلفل الحلو الاصفر. الفلفل الاصفر يعني كمان. دخلي كل الحاجات الطبيعيه. مم. ماشي اهي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه الكريب اللي بيبقى الحواوشي اللي بيتعمل على النار من فوق ما بياخدش الاحمرار الزايد قوي اللي زي بيتعمل على الفحم او على الشوايه. عشان تبقوا عارفين، لو عملتيه كده يبقى انت حرقتيه. طيب استاذنك نحط بقى، نبدا في ايوه اهون. هطلع ده. نحط زيت تاني. اوكي ايوه، عايزه زيت تاني. نحط زيت تاني عشان حطي لي زيت الأحمر. تاني. ايوه حطي. تمام بس عايزه ولا يهمك. بصوا يا جماعه اهون، هننزل بالكريب الاحمر بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي انت بقى بايدك معيار، مثلا انت عملتي دي ايدك معيار، يعني ممكن تحطي اهون. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي نعمل ازاي. بيبقى اكبر. انت عامله لنا أيوة. الصغير الاخضر صغير. ايوه لا مش كده، يعني انت تحطي الأحمر وبالجريل. انت بقى تمسكي الطاسه بتاعتك كده، تبتدي تلفيها شمال ويمين علشان يجي معاكي. اللي ما عندهاش اي ادوات في البيت هي ماشي. احنا هنحط عليه برضو، هنحط عليه شويه بيف اهون. ماشي. هنحط عليه فلفل سبايسي اهون. طيب شيف نور استاذنك، احنا قدامنا بس دقيقتين. تمام. هنحط جبن. نحط بس الكريب الاحمر أوكي. عشان برضو نوريه لاعزائي اهون المشاهدين. الفلفل الاحمر، وهنحط جبنه موتزاريلا. جبنه موتزاريلا. ماشي كده انت شفتي او الكريب الاحمر بتاعنا. نطبقه تمام. بقى لما يستوي زي هو برضو استوى. الاخضر. لا هو استوى. ده مش زي الاخضر، لان الاخضر النار. هتحطي الاثنين مع بعض ولا بصي، نجيب طبق تاني؟ لا الاثنين مع بعض. اهو ده واو، اهو. ايه ده يا شيف نور. اهو كده. ماشي ماشي. انا ايه اهي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شفتوا انتوا الكريب ده يا جماعه، يا ريت تجربوه، حلو قوي ومفيد، وتبتدي تلعبي بالالوان للولاد هيعجبهم قوي. مش قادره اقول لكم الوانهم جميله ازاي يعني. الوانهم وان شاء الله الطعم برضو اهون. تمام. ممكن هما كمان يعملوها معانا ويحبوا ان يجربوا ويقفوا يجربوا معانا يعني لو حابين. انا قلت لهم قبل كده اللي تعرف تعمل اكله حلوه يا ريت تبعت لي وتقول لي ان هي عملت اكله حلوه، وانا هستضيفها على الهوا هنا. اكيد يا ريت تشرفوا طبعا. بصوا بسم الله، دي الكريبايه الحمراء. اوكي جميله قوي يا جماعه، يا ريت تجربوها. ودي اهي هتطلع. طيب نحطها هحطها جنبيها. حاضر اهي. بسم الله. نحطها يا شيف نور دي. اوكي حاضر. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخضر اهي يا جماعه برضو. بسم الله اهي. هحطها لك جنب دي. جنب الاحمر. اوكي حاضر. ممكن حاجه يا ايمان تزوقي بيها هنا كده بقدونس مثلا من ده. البقدونس. نحط حبه بقدونس كده فوق ماشي الحواوشي. ماشي. تسلم ايدك. تسلمي يا حبيبتي. احط على الكريب. اوكي اهو. طب شيف نور بس استاذنك عشان مفيش معانا وقت. ادي الكريبايه الخضراء، يا ريت يا جماعه تجربوها، هتعجبكم جدا. وانا مبسوطه ان انتوا شفتوا الحاجات اللي احنا عملناها ان شاء الله النهارده على الهوا، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي
ايه اللي عجبكم في الحاجات دي وايه اللي ما عجبكوش. شكرا يا شيف نور، ميرسي تسلمي. على الوانك الجميله يا دي. رب يخليكي يا حبيبتي، ما وأشكركم. تحرمش منك، ما تسلمي تحرمش يا حبيبة منك يا قلبي، ايمان. ولا الله منك يخليكي، حبيبتي. انا سعيده بوجودي معاكم، وان شاء الله تجربوا الحاجات دي، ومع ام عامر دايما عامر. واحنا اسعد الشيف نور. شكرا ليك. شكرا لحضراتكم. كنت معاكم ايمان صبري في برنامج دايما عامر مع شيفتنا الجميله نور الله الصباح. يخليكي يا إيمان. شكرا الله لكم، يخليكي يا اشوفكم مره حبيبتي. ثانيه ان شاء الله. شكرا.